السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة في مجموعة السلطان الظاهر برقوق، اللي أمر بإنشائها السلطان برقوق، واللي أشرف على البناء التحفة المعمارية دي هو المهندس شهاب الدين أحمد، وكان مهندس معماري متميز جدا جدا. مجموعة السلطان برقوق مجموعة أثرية في شارع المعز، من أجمل الأماكن اللي ممكن تخشها في شارع المعز. بنية كلها على الطراز الإسلامي المملوكي. استغرقت حوالي سنتين تقريبا، من سنة 786 لسنة 788. المجموعة بتضم مدرسة ومسجد وخنقاء وقبة ضريحية. تعتبر المجموعة بملحقاتها أول منشأة معمارية بنيت في عهد المماليك. والمدرسة كانت عبارة عن مكان بيتم فيه تعليم المذاهب السنية الأربعة. أما بقى من الداخل فعلا تحفة معمارية بجد. تعالوا بقى معايا اوريكم جمال المكان من الداخل. المكان من الداخل اول ما تخش عبارة عن 4 ايوانات وسطح مكشوف. واكبر ايوان عندنا هو ايوان القبلة. اول ما تخش هتلاقي حاجة اسمها دكة المبلغ. دكة المبلغ هي محمولة عن 8 أعمدة من الرخام، كان بيقعد عليها واحد عشان يبلغ الكلام اللي كان بيقول الإمام ساعة الصلاة أو الخطبة. وده كان إيوان، وفي الوش كده إيوان، والجنب الناحية تانية إيوان، بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه. هنا بقى المحراب. ده محراب إيوان القبلة، وهو مزخرف بزخارف هندسية وألوان متعددة وآيات قرآنية. كانوا دايما بيعملوا المحراب أحسن ما يكون. تعالوا بقى أوريكم حاجة تانية. هنا بقى كان مكان مخصص للخلوة للصوفيين، كانوا بيقعدوا يتعبدوا فيه. وبالنسبة لهنا ده المكان بقى اللي احنا قلنا عليه قبة ضريحية. القبة دي مصنوعة من الخشب، وبردك عليها آيات قرآنية وزخارف جميلة جدا. والمدفن هنا عبارة عن 2 عين، عين للنساء وعين للرجال. برغم كده ان المدفن مش مدفون فيه السلطان برقوق، اللي مدفون هنا زوجته وبنته وابنه ووالده رحمة الله عليه. العين اللي ورا دي للنساء، واللي قدام للرجال. وبالنسبة للغرفة ديت اسمها المقرأة، كان فيها شيوخ بيجي يقروا على مدار اليوم 24 ساعة رحمة عليهم. أما السقف دوت من أجمل اللصق حوالين العالم كله. هو بردك مزخرف بآيات قرآنية، ومعمولة بمية الذهب ومية الفضة. جميل جدا ما شاء الله. أنا مستنية إن شاء الله رأيكم في التعليقات، وكل سنة وحضراتكم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.